بسم الله الرحمن الرحيم. معكم اخوكم احمد الجداي. درسنا النهارده عن زيادة المستويات في المزرعة السعيدة عن طريق الباندا. اول حاجة نفتح برنامج تشارلز، ندوس على السلة، نرجع تاني، نحرك اي حاجة عشان البرنامج يقرا، نروح لبرنامج تشارلز، نقف على الجتاوي، نعلم على البيج بوينت، نروح نعمل ريفرش، هندوس على الاكسكيوت، نستنى شوية فتحت الرسالة التانية. اول حاجة نروح ناخد كود طعم الباندا اللي هو 410، ونرجع لبرنامج تشارلز، ندوس على اديت روبوسانس EMF الداتا ماب، نخش على زيرو. طبعا احنا هنا نخلي الاي دي نمبر، وهنكتب جنبها كود الباندا، وهنغير في كذا ملف عشان ننزل اكتر من باندا. نخلي نمبر، انا طبعا هنا هنزل 3 بس، ندوس كنترول في، نحط رقم، نيجي عند الاي دي نمبر، نحط كود الباندا تاني. هنا بقى كفاية كده، علينا 3 بندات. نحط كود طعام الباندا اللي هو 421، ونشيل البريك بوينت، وندوس على الاكسكيوت، ونمسح اللي في البرنامج من السلة. نرجع تاني، هنلاقي عندنا 3 بندات، نروح نأكلهم، وبعد كده نروح على برنامج تشارلز، نقف على عربية المزرعة، نكتب ريبيت ادفانتج، نكتب فوق 1000 وتحت 10، وندوس اوكي. البرنامج طبعا هيعد. انا دلوقتي في المستوى ال16، وكل ما بيعد البرنامج اكتر كل ما يزود اكتر، وممكن نزود في الملفات اللي عندنا، نفضل نحط اكتر من كود للباندا واكتر من كود للطعام. كل ما نزود في دول ودول هيدونا اكتر. نرجع تاني للبرنامج، نقول مثلا كده كفايه، نقفل البرنامج. دلوقتي في المستوى ال16، هنعمل ريفرش، هبص الاقينا بقينا في المستوى ال17، وما سبتش البرنامج يعد كتير. احنا ممكن طبعا نسيبه زي ما احنا عايزين. ده الشرح احمد الجداي، الاكونت بتاع احمد الجداي، الفيديو بتاعنا شفرات واختراقات المزرعة السعيدة، ونتقابل في درس جديد ان شاء الله.